اسمع، لو انت راتبك 6 7 آلاف ريال يبقى الفيديو ده مش ليك، عديه على طول، عديه. الفيديو ده لاخواتي اللي هم رواتبهم ما تتعداش من 2500 ريال ل 3000 ريال، او ما بعد ذلك بحاجات بسيطة، او اقل من ذلك بحاجات بسيطة. لكن انت لو ربنا ما كرمك الفيديو ده مش ليك. لو انت راتبك 8000 ريال و6000 ريال و7000 ريال، يا معلم اسكيب على طول، ما تشغلش بالك. طيب، عايز اقول ايه؟ عايز اتكلم في نقطتين. النقطة الاولى، ما تبقاش انت جاي على راتب قليل، 2500 ريال او 2000 ريال، او حتى معاك حد 3000 ريال، وانت راجل مدخن شره، بتشرب سجاير كل يوم باكت او كل يوم علبة، تمام، بتنفخ امها، تمام. يا معلم تعال نحسبها مع بعض. متوسط علبة السجاير في السعودية هنا بتتكلم من 20 ل 25 ريال، لو بنتكلم على ويستن، لو بنتكلم على ال ام او الحاجات دي، تمام. قول هتجيب حاجة يعني اهو ب 20 ريال، تمام. ما هو اقل من كده انت مش هتشرب سجاير، انت شوف انت هتشرب حاجة تانية بقى. فنقول 20 ريال، طب اضرب 20 ريال، تمام، في 30 يوم 600 ريال. وانت راتبك كام يا معلم؟ 2000 ريال، راتبك 2500، ادي 600 ريال راحوا من غير ما تعمل حاجة. طيب تعالى بقى يا معلم، لسه انت راجل بتقعد بقى، راجل صاحب مزاج، الراس من غير كيف عايز اقطعها بالسيف، والكلام العبيط اللي انت بتردده ده هناك، تمام. طيب، اكلت وشربت بقد ايه؟ حلو. شحنت وباقات نت بقد ايه؟ بقد ايه؟ هو راتبك من 2000 ل 3000 ريال، اللي انت بتعمله يا معلم، انت كده بسم الله الرحمن الرحيم، انت تقريبا نص الراتب بتاعك او اكتر راح في حتة تانية خالص. فحاول يا صاحبي قبل ما تيجي هنا السعودية، عشان السجاير هنا غالية، السجاير هنا غالية، السجاير هنا غالية، قبل ما تيجي هنا بطلها، بطلها وما تزولناش وما تزولش نفسك. بطلها يا صاحبي، بطلها عشان تعرف تمسك فلوس. خسارة تدفع 600 و800 ريال في بند واحد بس، هو بند الدخان زي ما بيقولوا في السعودية، أو بند السجاير زي ما بنقول في مصر، حرام. طيب، النقطة التانية نقطة بعيدة كل البعد عن النقطة الأولى. لو أنت لسه جاي جديد، تمام، أبوس إيديك ما تسمعش أغاني حزينة، بلاش أغاني حزينة، هتأثر على المود بتاعك، هتقفلك، هتقضيها حمزة نمرة، وهتقضيها يا غربة ويا غربتي وشنطة سفر للسيدة أنغام وغيرها 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 وغيرها. هيجيلك اكتئاب، هتتعب نفسيا. لو هتسمع صبر نفسك بآيات قرآن، يا اما تسمع حتى حاجات، لو بتسمع، لو يا عم طالبه معاك اغاني، ما تسمعش حاجات فيها قناعات، ما تسمعش حاجات حزينه تقفل المود بتاعك. انت جاي تشتغل وجاي وجاي وجاي، وكفايه اساسا بتبقى نفسيتك مش احسن حاجه في اول ايام، وتقريبا طول الوقت في الغربه نفسيتك مش هتبقى افضل حاجه طول ما اهلك مش معاك. فما تزودهاش انت بقى وعمال تسمع لي بقى في اغاني حزينه وكئيبه، هتاثر على نفسيتك، هتاثر على نفسيتك، وهتخلي طاقتك كلها داون، طاقتك كلها تحت. فيا حبيبي ما تسمعش أغاني حزينة في الغربة، ما تسمعش أغاني حزينة في أول أيام ليك كمغترب. دي نصيحة مش من وحي خيال، ده خلي بالك. السجاير هتاكل من راتبك، خاصة لو أنت راتبك ضعيف. ولو أنت راتبك كبير، ربنا يزيدك، قصة تانية بقى، نعمل لك فيديو تاني نتكلم بقى عن أضرارها وعن الصحة، عن صحتك وعن. لكن أنا بكلمك دلوقتي في حاجة مادية بحتة. النقطة التانية، بلاش أغاني حزينة، تمام. النصيحتين دول هيساعدوك في غربتك، هيساعدوك انك تعدي، هيساعدوك انك تستمر، تمام. دول نصيحتين يا صاحبي من وحي التجربة، من وحي التجربة، من واحد بقاله 9 سنين مغترب في السعودية. فانا مش جاي اقول لك كلام وانا قاعد في حتة تانية، لا انا هنا، انا بكلمك الفيديو ده من السعودية، انا بكلمك من هنا. وبالتوفيق لنا جميعا. السلام عليكم.